السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيرة هنعمل وصفة سهلة وجميلة خالص، وهي الحمام المحشي بالفريك. طبعا كلنا بنحبه وسهل جدا. المقادير زي ما انتم شايفين، معايا بصلة مبشورة، ومعايا برغل اهوت ربع كيلو. غسلته وصفيته كويس في مصفى. بعد ما نقيته غسلته وحطيته في مصفى، وحطيته في طبق اهو بعد ما صفى ميته. ومعايا الكبد والقوانص اهي بتاعه الحمام، انا بحب اقطعها عشان بحطها في الفريك بعد ما بشوحها. بحب احشي بيها، ما بحبش احطها كده صحيحه. وادي الحمام بعد ما غسلته ونقعته في ميه بملح بخل وليمون، وسبته منقوع حوالي ساعه، وبعد كده غسلته وشطفته كويس وسبته يتصفى. اول حاجه يا حبايبي هنعملها، هنجيب الفريك اللي انا غسلته، وبعد ما نقيته غسلته وصفيته كويس. هجيبه واحطه في حله كده، اسلقه كده بكوبايه ميه. خلاص كده. بعد كده هجيب بقى الطاسه بتاعتي زي ما انتم شايفين، هحط فيها البصله المبشوره بتاعتي عشان ابتدي اشوحها بمعلقه سمنه على البوتاجاز. هجيب بقى معلقه السمنه بتاعتي، واحط على البصله معلقه سمنه واحطها على البوتاجاز. انا مش هحمرها ولا هصفرها، انا يا دوبك بس هقلبها في معلقتين السمنه كده يسيحوا كده عليها، واقلبها تقلبتين بس كده ادبلها. اهي زي ما انتوا شايفين كده، ما بنحمرهاش ولا حتى بصفرها، يا دوبك بس بقلبها كده تقلبتين في السمنه واخليها تدبل بس معايا. وبعد كده على طول بنزل بالكبد والقوانص بتاعه الحمام بتاعتي اللي انا قطعتها وجهزتها، وانزل بيهم على البصله بتاعتي وابتدي اشوحهم عشان خاطر بعد كده احط عليهم الفريك، عشان انا بحب اشوح الفريك كده بالكبد والقوانص والبصل، وعليهم البهارات بقى والتتبيله بتاعتهم الجميله دي قبل ما احشيها. هفضل كده اشوح كده في الكبد والقوانص لحد ما لونهم يغير معايا، وبعد كده ابتدي انزل عليهم بالبهارات اللي عندي معلقه ملح، عندي معلقه 7 بهارات، عندي معلقه فلفل اسمر، عندي معلقه بودر ثوم وبصل، وعندي معلقه كزبره ناشفه. هي دي التوابل البهارات اللي انا بحطها. اهم حاجه يا بنات ال7 بهارات دي اوعي تنسيها، عشان هي دي اللي بتدي لاي حشو طعم جميل جدا. طبعا كل الحاجات ديت بتجيبها من عند العطار. تبتدي بقى تقعدي تقلبي في الكبد والقوانص بالبصلة بتاعتك على النار، وتشوحي فيها كويس كده لحد ما تتشوح معاكي كويس. هنا يا حبايبي بقى هبتدي احط معلقه خل، احطها على الكبد والقوانص، عشان انا عموما بحب احط دايما معلقه خل على اي حاجه فيها لحوم. شاورما بقى، لحمه فراخ، لحمه شاورمه لحمه. اي حاجه بعملها فيها لحوم او كبد وقوانص، الحاجات دي لازم احط لها معلقه خل وانا بشوحها. بعد كده هنزل بمعلقه صغيره خالص دبس الرمان. طبعا الحاجات دي اختياري، لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة. بس يا ريت يعني يا ريت من المفضل اللي انت تحطي الحاجات دي، لان الحاجات دي بتديها نكهة وطعم جميل جدا، بتخلي كده الحشو بتاعك ليه تست كده، طعمه جميل كده رهيب. حلو قوي. يعني حطيها كده وجربيها. بعد كده كمان هنزل بمعلقة صوص صويا، بتدي لون جميل برضو للكبد والقوانص وهي متشوحة كده، وبتديهم طعم ونكهة حلوة قوي قوي. جربوها، لو انتم مش بتحطوها جربوها بالطريقة ديت وقولوا لي رأيكم فيها. صدقوني هتحسوا فعلا بتغيير وبطعم، في يعني تغيير في الطعم وفي النكهة. بعد كده بقى خلاص انا هطفي عليها، ابتدي احط ذرة جوز الطيب. برضو لو ما عندكيش ما فيش مشكلة، بس زي ما بقولك الحاجات دي بتدي طعم وبتدي نكهة جميلة جدا. بعد كده جبت الفريك بقى اللي انا سلقته كده في كوباية المية لحد ما نشفت كده منه، ورحت شربته كده وطفيت عليها. انزل بقى بيها زي ما انتم شايفين كده على الكبد والقوانص بتاعتي، وابتدي اشوحها حوالي دقيقتين كده معاهم، عشان تاخد طعم التتبيله والبهارات وطعم الكبد كده والقوانص، وتبقى الفريك طعمه جميل كده بنكهه التوابل والحاجات اللي موجوده في الكبد والقوانص.
يعني ما تقعدوش كتير، هو زي ما بقولك بس قلبيه حوالي دقيقتين كده، تبتدي تقعدي تقلبيه كده مع الكبد والقوانص لحد بس ما كله يمتزج كده في بعض، والفريك ياخد الطعم كده والنكهة بتاعت البهارات كده والتتبيلة وريحة البهارات كده اللي فيها. اهي ذرة ذرة اللهم صل على النبي، الواحد بيجي ساعات كده يتكلم بيحس ان هو نسي. جوز الطيب، ذرة جوز الطيب. وتقلبي بقى تقلبتين وخلاص كده الحشو بتاع الحمام جهز عندي زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى دلوقتي بقى خلاص، بعد ما جهز عندي الحشو بقى ابتدي اطفي عليه بقى واروح عشان خاطر اجهز الحمام بتاعي واحشيه من الحشو اللي انا جهزته دوت. اهو يا حبايبي الحشو اهوت، بسيبه بس يهدى كده شوية زي ما انتوا شايفين اهو، لسه شايلاه من على النار. فبقعد اقلب كده فيه لحد ما يهدى معايا شوية كده، بحيث بس ان ايدي تستحمله وانا بحشيه، عشان طبعا انا كنت مستعجلة. لكن انت لو قدامك وقت عادي سيبيه يهدى شوية. بعد كده يا حبايبي بقى هنجهز الحمام بتاعنا، ونبتدي بقى نجيب الحمام واحدة واحدة، ونبتدي بقى نحشيه من الحشو اللي احنا جهزناه اللي طعمه جميل ده، اللي هيخلينا ناكل الحمام كده واحنا مبسوطين من الطعم والريحة الجميلة. ونبتدي بقى نحشي الحمامة، وابتدي بقى احشيها يا حبيبتي بالطريقة اللي تعجبك. في ناس طبعا بتحب تحشي الحمام من تحت، في ناس بتحب تحشيه من تحت وبتحشيه من عند الزور. فبصي حسب انت الطريقة اللي تريحك اعملي بيها. انا عموما متعودة اللي انا بعمله كده من تحت. هو اهم حاجة بس اللي انت تملي الحمامة من كل مكان، ما تخليش اي حاجة فيها فاضية. فطبعا ده احنا بقى بنعمله، انا بقى طبعا بقعد بصبعي بقعد اتخر الجلد كده عن الحمامة كده، وافتح بصوابعي كده وبدخل الحشو في كل مكان في الحمامة اهو. شايفين زي ما انتوا شايفين، بصوا بوسع كده وافتح الاماكن عشان خاطر ادخل الحشو في كل مكان. بدخله عند الاجنحة وفي الصدر وعند الحويصلة اللي عند الزور ديت. وبدخل برضو كده من عند الجناب بتاع الوراك كده برضو، وبفتح كده وببعد الجلد كده عن الورك، وادخل كده في الفراغات اللي موجودة جوه لحد ما بملى الحمامة من كل مكان. يعني ما بتسيبيش حاجة فيها كده فاضية جوه، بتلاقي نفسك ملياها من كل مكان لحد ما تلاقيها اتملت معاكي كده ونفشت خلاص كده، بيبقى كده بقت كويسة معاكي. عشان لما تسلقيها طبعا بقى مع الحشو بتستوي جواها، فبيتنفش كده بيخليلك بقى الحمامية ما شاء الله عاملة زي الفرخية كده، وبتبقى جميلة بقى. اهو زي ما انتوا شايفين انا عمالة احط لها اهوت في الحشو، بحيث ان انا كل ما الحشو بيخلص بدخله في اماكن بجيب حشو تاني. طبعا بتقعدي تعملي كده لحد ما بتلاقي الحمامة خلاص اكتفت معاكي، مفيش مكان خلاص، ما بتلاقيش بقى مكان تاني تحشي فيه واتملت، فخلاص كده. اهم حاجة ان انت تمليها بطريقة كويسة وتتملي كده وزي ما قلت لكم تتنفش معاكي كده وتبقى ما شاء الله حمامية كده مليانة. زي ما انتوا شايفين عمالة اوسع اهو. اهو شايفين بصوا بوسع اهو من الجناب، بصوا بدخل صوابعي تحت الجلد كده وافتحه وادخل كده فيه. بس برضو اهم حاجة ما تمليش الحمامية زيادة عن اللازم فوق طاقتها، عشان ما تفرقعش منك وهي بتتسلق. يعني انت بتديها كفايتها بس ليه، لحد ما بتلاقي خلاص يعني هي اتملت معاكي وبقت كويسة واتنفشت كده وبقت خلاص ما فيش مكان مليتيها من كل مكان. خلاص يبقى كده حلوة اوي كفاية عليها كده، ما تديهاش اكتر من طاقتها زي ما بقول لكم. اه زي ما انتوا شايفين اهوت خلاص كده انا ابتدت الحمامة خلاص تتملي معايا اهي. معلش هو طولت معاكم الفيديو هنا في الحتة دي عشان انا كنت بعملها بالراحة خالص واحدة واحدة.
في اول واحده يعني اتعمدت ان انا اعملها بالراحه واحده واحده عشان تشوفوا انا بقعد افتحها ازاي واملاها ازاي. لكن بعد كده طبعا مسكتهم طبعا في ثواني بملاها بسرعه ما تاخدش معايا وقت. بس انا اول واحده عشان اوريك ان انت ازاي تقعدي تفتحي الحمامه من كل ناحيه وتدخلي فيها الحشو، عشان في ناس ما بتعرفش بيملوا بس في البطن بتاعتها وخلاص. لكن لا، المفروض اللي انت بتملي عند الحويصله بتاعتها كده اللي عند الزور دي، وبتملي الصدر وبتملي عند الاجنحه وعند الوراك، بحيث ان انت بتمليها وتبقى منفوشه بقى كده معاكي عشان يبقى شكلها حلو لما تستوي تبقى عامله زي الفرخايه. اهو خلاص كده انا خلصت بقى بلم الحشو الزياده اللي وقع مني عشان ابتدي اربطها بقى. هنا بقى تبتدي بقى تظبطي الحمامه بقى بتاعتك عشان خاطر تقفليها اهي. زي ما انتوا شايفين بقى هتبتدي تجيبي الفتحة اللي هي بتبقى ورا عند المؤخرة عندها ورا كده دي اهيت، بيبقى في فتحة كده اهي زي ما انتوا شايفين، بتدخلي فيها الرجل اهي، تروحي مدخله الرجل فيها بتدخل معاكي بكل سهولة، بتزقيها كده يا دوبك بتدخل معاكي. وبعد كده بتجيبي الرجل التانية وتروحي ضمها عليها كويس، تلفي بس تدخلي الحشو بتاعك ايوه، وتلمي البطن كده اللي هي الصدر بتاعت البطن دي كده عليها، وتروحي بقى واخده الرجل التانية مكتفاها في الرجل الاولانيه. في بقى ممكن لو انت ما بتحبيش تعملي الكبد والقوانص تقطعيها في الحشو زي كده، في ناس بتحب تخليها في الاخر وتحطها هنا في المكان ده تقفل عشان الحشو ما يخرجش، بتقفل بيها الحشو بتاعها. لو انت عايزه تعملي كده برضو براحتك، هو كل واحد بقى دي حسب راحته النفسيه. انا بحب دايما احطهم في الحشو زي ما انتم شايفين. وهنا خلصت الحمامه هنا نضفتها. طبعا تكون انت بقى مجهزه حله ميه تغلي على البوتاجاز، عشان اول ما تخلصي الحمام بتاعك كده تخلصي الكميه كلهم مع بعض تسقطيهم مع بعض مره واحده. ما ينفعش تقعدي تحطي واحده واحده عشان يستووا مع بعض في نفس اللحظه. وادي الحمام بتاعه اهو خلصته كله زي ما انتم شايفين وقفلته ونضفته اهوت، ما يبقاش عليه فريك من بره ولا اي حاجه. وكتفته زي ما انتم شايفين عشان برضو ما ياخدش مكان معايا في الحله. لميت الاجنحه بتاعته كده ربطته من ورا عشان خاطر ما ياخدش مكان في الحله. وهو يا حبايبي بقى الحله اهيت الميه اهي بتغلي زي ما انتم شايفين. الاول هجيب بقى بصلايه اهي واحطها، واجيب شويه ورق لورو كده كام ورقه لورو واحطها. دي بتبقى حلوه قوي، بتخلي الميه تبقى طعمها وريحتها حلوه ما يبقاش فيها اي زفاره. طبعا انت كده كده غاسله حاجتك كويس ما فيهاش زفره، بس احنا برضو بنعمل الحاجه ديت عشان ايه تمنع اي حاجه، وفي نفس الوقت هتدي للميه بتاعت السليق طعم حلو ونكهه حلو. اهو اسيب بقى الحمام بتاعي لحد ما يتسلق ويستوي معايا واطلعه بعد ما يستوي. وادي يا حبايبي الحمام بتاعه اهو استوى زي ما انتم شايفين السلقه اهو. هنا بقى هروح احمره عشان خاطر بقى ايه اقدمه بقى للاكل بعد ما يتحمر. وهوريه لكم بعد ما يتحمر اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين. يا رب يعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب في القناه. وانتظروني بقى ان شاء الله في فيديو بقى جديد من وصفات مطبخ فاري.